طب ما هو سؤال بالهداوة كده، ليه أتعب نفسي في العبادات زي إن أصلي 5 مرات في اليوم الواحد؟ ده كفاية إن أقوم من عز نومي للفجر، أو إن أخرج من فلوسي اللي تعبت بيها وشقيت عشان أجيبها، وفي الآخر أخرج منها زكاة وصدقة. لا وكمان أحرم نفسي من أي حاجة نفسي راحت لها أو حابب أجربها أو أعملها، وكل ده تحت مسمى حرام. وهي حاجات شايفها عاديه، يعني زي ان اسب والعن واضرب اي حد لو عصبني، امال اكتم في نفسي واموت بعصبيتي يعني ولا ايه؟ او ان افك على نفسي واعمل او اتفرج على اي حاجه طالما قاعد لوحدي ومحدش شايفني، او ان اجرب السيجاره دي او الكاس ده او صاحب البنت دي واقابلها ونتبسط سوا وتحت اي وضع يعجبني. افهم معايا كده، هو اصلا كل حاجه مكتوبه متقدره، ده الشيخ اللي بيقول مش انا. فليه نزلنا على نفسنا والمفروض ان كل حاجه حصلت وبتحصل وهتحصل كل ده بقدره ربنا؟ مش فاهم برضو نقطه ان يبقى في استطاعتي اعمل اي حاجه بس ما ينفعش اعملها. طب هو اللي مكتوب في الكتاب بتاعي ده انا هعمله بمزاجي ولا هلاقي نفسي بعمله وخلاص؟ فهموني يا جدعان، انا هتحاسب على الغلط اللي انا عملته ليه وهو متقدر وقوعه ومكتوب اساسا من قبل ما اتولد ب50,000 سنة؟ اللي انا عايز افهمه بقى، انا ميسر وحياتي دي ماليش دخل فيها، ولا مخير وكل اللي بيحصل ده انا اللي بتصرف فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام اللي فات ده اكيد جه في بال كل واحد فينا في فترة معينة، في اللي لقى إجابة وفي اللي لسه تايه. هنبدأ من اللي انتهينا منه، وهو إن الإنسان ميسر ولا مخير. مبدئيا ما ينفعش نقول ده ولا ده، هنقول الإنسان ميسر ليه ومخير ليه. صلى على النبي. الإنسان ميسر لما أمره الله به، يعني ربنا ادالك عقل وبصر وبصيرة عشان تعرف بيهم الخير من الشر، وعشان تستعملهم في إنك تفهم القرآن والشريعة وتعمل بيهم. وهنقول برضو الإنسان مخير عشان انت عندك عقل وادراك وحرية الاختيار، فتختار لنفسك طريق الخير او الشر، الثواب او الاثم، اليسر او العسر. وهل نيتك هتصفى وعقلك هيتمعن وقلبك هيستشعر احكام ربنا ليك حتى ولو ده حصل؟ هتعمل بيها ولا هتطنش ده كله وتعمل مش شايف؟ عايز تعرف لو عملت ده او ده هيحصل لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شفت بسيطة ازاي؟ في حاجة تانية، نفسك الأمارة بالسوء هي اللي هتسوقك ولا انت اللي هتسوقها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بتهيألي كده عرفنا احنا فين. عليك انك تعمل كل حاجة بما يرضي الله عشان طريقك ينور بإذن واحد أحد. وبكده فيديو النهارده خلص. لو لسه مكمل معايا لغاية هنا فحابب أشكرك على دعمك ليا اللي هتكمله بلايك وكومنت بالصلاة على النبي وتسبسكرايبر في القناة عشان أول ما ينزل جديد يوصل لك. ما تنساش تدعي لإخواتنا بالصبر والثبات والنصر. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.